السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في حلقة جديدة. 5 مفاتيح تمسح ذنوبك مهما كانت، حتى لو عملت كل حاجة غلط لسه في فرصة. استنى، بالله عليك استنى وما تقفلش الفيديو. انت يمكن داخل تتفرج، بس انا شايفك وانت تايه، وشايفك وانت تعبان من نفسك، وشايفك وانت كل شوية تقول خلاص انا كده ضعت. صح، يمكن عملت ذنوب عمرك ما حكيتها لحد، ويمكن بينك وبين نفسك حاسس بثقل، حاسس انك مش نضيف من جوه. يمكن كل مرة تحاول ترجع تقع تاني وتقول انا مش نافع. بس اسمعني كويس وخلي قلبك معايا في الكلمة الجاية دي. ربنا عمره ما قالك ما تجيش، انت اللي بعدت، بس الباب عمره ما اتقفل. عارف يعني ايه؟ يعني مهما عملت ومهما وصلت ومهما حسيت انك بعيد، في طريق راجع بيك تاني واكثر مما تتخيل. مش بس كده، انا النهاردة هقولك على 5 مفاتيح، مش كلام نظري، مفاتيح حقيقية لو دخلوا حياتك بصدق هيمسحوا ذنوبك وينضفوا قلبك ويخلوك تبدأ من اول وجديد كأنك لسه مولود النهاردة. بس السؤال، انت مستعد ترجع ولا هتفضل شايل الذنب وتكمل زي ما انت؟ خليك معايا علشان يمكن اللحظة دي هي اللحظة اللي ربنا اختارك فيها علشان ترجع. وقبل ما نبدأ رحلتنا حبيت أفكر حضرتك تعمل لايك وتشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، ولو قلبك بيقولك ارجع اكتب لي في التعليقات راجع يا رب. ويلا بينا نبدأ رحلتنا. وأول مفتاح يمسح ذنوبك مهما كانت وهو التوبة الصادقة، بداية الغفران الحقيقي. قال الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. التوبة مش لحظة ضعف، التوبة قوة انك تعترف انك غلطت، وقوة انك تقرر ترجع. حتى لو وقعت 1000 مرة باب ربنا مش بيتقفل. على فكرة الشيطان عايزك تيأس، لكن ربنا عايزك ترجع. والفرق بينهم ان واحد بيبعدك لكن التاني بيناديك. التوبة الصادقة مش بس بتغفر الذنب، دي كمان بتمسح أثره من قلبك. كان شاب يقع في ذنب ثم يبكي ويقول: يا رب أنا ضعيف، حتى قال له أحد الصالحين: استحي من الله، فقال: أنا أستحي ولذلك أرجع إلى الله وأتوب إليه. في شاب قال: أنا كنت بعمل ذنوب كبيرة، وفي يوم سجدت وقلت يا رب أنا تعبت، ومن يومها حياته اتغيرت تدريجيا. واللي عايز أقوله لحضرتك، ارجع حتى لو مكسور، ارجع حتى لو مش واثق في نفسك. ربنا مش مستني كمالك لكن مستني صدقك. قول يا رب بس من قلبك، وحتى لو وقعت ارجع تاني، لأن اللي بيرجع ربنا بيحضنه مش بيرفضه. وتاني مفتاح يمسح ذنوبك مهما كانت وهو الاستغفار، غسيل يومي للقلب. قال الله تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة. تخيل قلبك زي مراية، كل ذنب بتعمله بيعمل نقطة سودة في قلبك، لو سبتها هتغطي كل حاجة، لكن الاستغفار بيمسح النقاط دي. حتى لو مش شايف الفرق فورا استمر، في يوم هتلاقي قلبك خفيف. الاستغفار مش كلمة، الاستغفار حياة. كان رجل يكثر من الاستغفار فسئل لماذا؟ قال: لأني في احتياج للمغفرة. في واحد قال: أنا كنت مضغوط جدا، بدأت استغفر ربنا كتير وبدون سبب ارتحت. واللي عايز اقوله لحضرتك، خلي لسانك شغال في الطريق، في الشغل، قبل النوم، قولها كتير جدا: استغفر الله، وصدقني هتحس ان في حاجة جواك بتنضف. وتالت مفتاح يمسح ذنوبك مهما كانت وهو الحسنات تمحو السيئات. قال الله تعالى:
إن الحسنات يذهبن السيئات. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. مش كل مرة تغلط تقف وتجلد نفسك. الإسلام دين حركة، وقعت قوم فورا واعمل حاجة كويسة، مش شرط حاجة كبيرة، ابتسامة، صدقة بسيطة، ركعتين في الليل، الكلام الحلو، أي حاجة. الحسنة دي كأنها نور بيمسح ظلام، وربنا مخلي لك الباب ده مخصوص علشان ما تيأسش. يعني حتى غلطك ممكن يكون سبب في قربك، بس لو عرفت تتصرف صح بعده. رجل أذنب ذنبا شديدا فذهب وتصدق سرا بماله كله تقريبا، وقال: يا رب دي مكانها. فقيل إنه تاب توبة صادقة وقبلت. في شاب قال: أنا كل ما أغلط أعمل خير بعدها. مع الوقت الذنوب بدأت تقل لوحدها. واللي عايز أقوله لحضرتك: ما تقفش عند الذنب، خليه نقطة بداية. اسأل نفسك بعد الذنب أنا هعمل إيه دلوقتي، واعمل خير فورا حتى لو بسيط، لأن الحسنة مش بس بتمسح الذنب، دي كمان بتغيرك. ورابع مفتاح يمسح ذنوبك مهما كانت، وهو اقطع طريق الذنب، مش بس الذنب. قال الله تعالى: ولا تقربوا الزنا. وقال الله أيضا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. أكبر غلط إنك تبطل الذنب بس تفضل قريب منه، نفس الصحبة ونفس المكان ونفس الظروف، كده انت بتستنى تقع تاني. القوة الحقيقية إنك تقفل الباب من أساسه وتبعد عن كل حاجة توصلك للغلط، حتى لو صعب في البداية، بس بعد كده هتحس براحة غريبة لأنك انت اللي أخدت القرار. رجل ترك مجلس معصية فقال: تركتهم لله فعوضه الله بصحبة صالحة. في شاب مسح كل حاجة بتوقعه وغير حياته، وفعلا بيقول: لأول مرة بدأت أحس بالراحة. واللي عايز أقوله لحضرتك: بص حواليك، إيه اللي بيوقعك وابعد عنه حتى لو مؤلم. المسافة دي هي اللي هتحميك، وأول خطوة هي أصعب خطوة. وخامس مفتاح يمسح ذنوبك مهما كانت، وهو الدعاء، المفتاح اللي بيفتح كل حاجة. قال الله تعالى: ادعوني أستجب لكم. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. الدعاء مش للناس الكويسة بس، الدعاء للتايهين، للضعاف، للي بيقعوا ويرجعوا. قول لربنا أنا مش قادر، وده في حد ذاته عبادة. ربنا مش مستني منك كلام مزخرف، لكن مستني قلب صادق. حتى لو كلمة واحدة زي كلمة ساعدني، دي كفاية لوحدها ترجعك لربنا. رجل كان يقول: اللهم أصلحني، فما ترك هذا الدعاء حتى أصلح الله حاله. في شاب قال: أنا كنت بدعي وعيط، وبعد شهور حياته اتقلبت. واللي عايز أقوله لحضرتك: ما تسكتش وما تخبيش، قول اللي جواك حتى لو بسيط. ربنا سمعك وقريب منك، ادعي وصدقني هتشوف المعجزة. وأخيرا هقول لحضرتك حاجة مهمة جدا: 5 مفاتيح تمسح ذنوبك مهما كانت. اسمع كويس وركز جدا. انت مش وحش، انت بس تايه، وكل واحد تايه محتاج طريق مش حكم. اللي فات انتهى، حتى لو كان تقيل وحتى لو كان كتير، ربنا قادر يمسحه في لحظة واحدة. بس انت خد خطوة وما تقولش بكرة، ابدأ دلوقتي. يمكن السجدة الجاية دي تكون بداية حياة جديدة بالنسبة لك. وأخيرا أدعو الله: اللهم اغفر لنا ذنوبنا جميعا، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم تب علينا توبة نصوحا لا نعود بعدها أبدا. اللهم لا تجعل بيننا وبين مغفرتك حاجزا ولا ذنبا إلا غفرته. اللهم طهر قلوبنا من كل خطيئة، ونق نفوسنا من كل معصية. اللهم اجعلنا من التائبين الصادقين العائدين إليك في كل حين. اللهم بدل سيئاتنا حسنات،
واغسل ذنوبنا بماء رحمتك. اللهم قربنا إليك ولا تبعدنا عنك، وارزقنا حبك وحب من يحبك. اللهم اختم لنا بخير، واجعل آخر كلامنا شهادة أن لا إله إلا أنت. آمين آمين يا رب العالمين. وما تنساش لو عجبك الفيديو اضغط لايك واشترك في القناة علشان يوصلك كل جديد، ولو ناوي تبدأ من اللحظة دي اكتب لي في التعليقات دي البداية، وشارك الحلقة يمكن نلحق شخص يائس ونرجعه لربنا. جزاكم الله كل خير على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.